تخافيش كده. صالونات ولا حب؟ صالونات ولا حب؟ صالونات ولا حب؟ صالونات ولا حب؟ ولا صالونات ولا حب، شغل. ايه؟ شغل. خليك كده قاعد واقف كده في مكان. صالونات ولا حب؟ حب بس. لا حب. حب اكيد. صالونات ولا حب؟ نعم؟ صالونات ولا حب؟ حب. صالونات ولا حب؟ ايه اكيد حب. اكيد ينفع صالونات. عبيطة عبيطة. صالونات ولا حب؟ مين ده؟ هو ايه اصلا؟ هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا ازيك؟ هو انت مش عارفني؟ انا توت مني، انا مش انا البنت اللي انت بتحبها. جت قالت لك في يوم من الايام انا متقدم لي واحد عريس مدلع نفسه وجيبه مليان وجاهز من مجاميعه، ومع السلامه يا حبيبي والقلب داعيلك، هتعمل ايه؟ باي باي هي كمان. لو هيسفرنا انا موافقه. انت بايعه؟ جدا على فكره، مش هسافر. يعتبر الحب كله اكتر من 4 سنين مع بعض، فهتبقى الصدمه. دلوقتي ماشي مع الاتنين اللي بتقول لي كده بمشي مع التانية. تسمع بقى اغاني حزينه وتتجرح وتتشرق شهور وخلاص. وانت مرتبطه لو جالك عريس وقال لك انا بقى عايش في امريكا وانا وانت هنهاجر هناك، هتعملي ايه؟ هاجر امريكا طبعا. اللي جابوه طبعا. طبعا. انت متجوز صالونات ولا عن حب؟ لا، متجوز صالونات عن طريق زميل ليا وعرفني اللي هي مراتي دلوقتي، وربنا نصيب يعني. لا انا متجوز عن حب. يا رومانسي انت يا جامد، باين قوي من وقفتك وانت حاطط ايدك في جيبك. لو عايز عريس مناسب او ساري عربي او ساري هولندي او ساري صيني. انا عايزه ساري صيني. وانا بنحب بعض، اكيد علاقتنا هتبقى احسن بدل ما يعني اتجوزها وهي مجبورة انها تتجوزني. الشرخ اللي حصل جواه. كلمة دي حب دي يعني ايه حب يعني ايه يعني؟ حب طبعا. اقول لمراتي انا بحبك؟ ليه لا؟ اقول لها ليه انا بحبك؟ ما انا اتجوزتها وخلاص. ما انا يا نهار اسود، انت متجوزه مبسوط عن حب؟ عن حب. مبسوطه؟ كنا بعض واتطلقنا وعدنا شويه ورجعنا تاني. العادي يا جماعه. وانت مالك فرحانه قوي كده ليه يا اختي؟ لا مش حاجات، خلاص بقى الواحد بقى الصدمه خدها، ما بقاش يعني عادي. يعني في حد متجوز بيقول لمراته بالليل انا بحبك ولا لا؟ انا متجوز بقالي 32 سنه. لما بندى لمراتي بقول لها يا حبيبتي هاتي كذا اعملي كذا. حبيبتي يوم ما بتقبض، بس يوم القبض يعني. دي بقى عايزه عريس عامل ازاي؟ عايزه صيني حلو كده. صيني حلو؟ يعني لو اللي انت مرتبطه بيه وبيحبك قال لك انا مش هسافر الصين ولا هسفرك الصين، وجه واحد قال لك انا هسفرك على اول طياره في الصين، هتعملي ايه؟ هروح معاه الصين طبعا. وانت ايه رايك في الكلام ده؟ لا هي بتتكلم صح. انت شايف ان انت ليك مستقبل؟ عادي، انا شغال في مكتبة عادي. يعني ايه هدفك في الحياه؟ انا عندي مكتبة تصوير، والدي عنده مكتبة تصوير كده. يعني عايز تبقى مكتبه تصوير؟ والله انا ما اعرف. في البلد دي الحياة لا. انا نفسي ابقى محاسب، بس نفسك تبقى محاسب؟ بكره حاجه اسمها محاسبه. هي البلد دي ماشية بالكوسة، انت بتصرف كام في اليوم؟ يعني في حدود 30-40 جنيه كده. بصرف كتير لان الدنيا غلت. 80 جنيه. ده كل يوم 80 جنيه؟ لما بنزل الجامعه اقسم بالله اكتر من 50 جنيه. لو انت بتحب واحده مرتبط بيها وبعدين هي جالها عريس صالونات مريش معاه فلوس، من ساعة اسكندرية ما رجعتليش. هي لسه ما رجعتلكش؟ والله. ثانية واحدة، بعد المكالمة اللي انت دخلت فيها معايا في اسكندرية وكلمتها على الهوا، يلا كلمها قدامي. تفتكري؟ الو، قلت لها انك واطية على فكرة. هوبا السبيكر مفتوح. انا بقول لك واطيه. الموضوع ما طلعش ان هي عايزة توفر هدية خالص. دي حقيقه. والله وانت عامل ايه من بعدها؟ لسه مفشوخ والله. اكيد شافت لها شوفة تانية. لا لا سابتك ليه؟ عشان واطي. طب انت عارف انت لو كلمتها وقلت لها السيفتي دي ب 500 جنيه هترجع لك؟ لا مش كلام. ترجع لك والله. لا لا مادية. شافتها، ما هي ماديه حقيره فعلا. تحب تقول لها رسالة على الهوا؟ اقول لها ان هي لسه واطية بامانه. هتفضل تحبها؟ في داهية. في داهية يا بيبي، في داهية.